إحنا كنا 7 أصحاب من أيام المدرسة، قررنا نقضي يومين سوا في فيلا على أطراف البلد، مكان هادي ومقطوع مفهوش أي شبكة. كلنا كنا متحمسين للهدوء والأكل والضحك. صاحبنا مروان هو اللي رتب كل حاجة. الفيلا دي بتاعت حد من قرايبه، وقال إنها فاضية ومقفولة بقالها سنين، بس اتنضفت مخصوص علشاننا. أول ليلة عدت عادي، ضحكنا واتكلمنا لحد ما نمنا. لكن تاني يوم حصلت أول حاجة غريبة. صحينا لقينا أسماء مش موجودة. سألنا مروان، قال إنها رجعت الصبح بدري علشان عندها شغل. بس احنا كلنا سامعينها بالليل بتضحك معانا، وازاي تمشي من غير ما حد يحس بيها، وكمان موبايلها مقفول. قلنا ماشي، يمكن فعلا مشت. لكن اللي حصل بالليل ما كانش ينفع يتفسر. الليلة التانية زياد صاحبنا صحى مفزوع، بيقول إن هو شاف بنت ماشية جوه الفيلا لابسة فستان أبيض، شعرها نازل على وشها، وكانت بتبص عليه من آخر الممر. جرينا ندور، مفيش حد، بس على باب أوضته لقينا علامة مرسومة بالعافية على الخشب، كأنها محفورة بصباع مبلول، شكل غريب زي دوامة. بعدها بساعات زياد وقع من على السلم، إصابته كانت سيئة جدا، وابتدى يهلوس ويقول حاجات هي جاية. أنا شفتها، هي اختارتني. فضلنا 4 والقلق عمال يزيد. كنا عايزين نمشي، لكن مروان قال لنا إن العربية مش هتشتغل غير الصبح. والغريب هو أكتر واحد كان هادي وسط اللي بيحصل ده. وفي الليل وأنا قاعدة في أوضتي سمعت صوت بيزعق باسمي من جوه الحيطة. قربت لقيت فتحة صغيرة جواها كيس بلاستيك. جبت الكيس ولقيت جواه صور مطبوعة، صور لناس كتير، شباب وبنات، كلهم واقفين قدام الفيلا ووشهم متعلم عليهم بعلامة اكس، ومنهم أسماء وزياد. بس الكارثة إن آخر صورة كانت لينا إحنا ال7، ومتعلم فيها على كل واحد منهم إلا مروان. واجهناه، سكت شوية وبعدين قال: أنا ما بجمعش صحاب علشان أضحك، أنا بعمل توازن. في كيان ساكن في المكان ده، ولازم ياخد 3 أرواح كل سنة. أنا بس بنقي مين يستاهل يفضل ومين يتاخد. أنا الوحيدة اللي خرجت، بس قبل ما أسيب الفيلا بصيت ورايا ولقيت مروان واقف قدام الباب وبيبتسم وبيصورني.